بعيد بقى عن الجدل والدوشة اللي حصل على قانون الإيجار القديم، النهاردة هنتكلم عن قانون ناس كتير ما كانتش متخيلة إن ممكن يحصل عليه تعديل، ولكن واضح إنه في طريقه للتعديل هو كمان الفترة الجاية، وهو قانون الإيجار الجديد الصادر سنة 1996، أو زي ما بنقول عليه كده الإيجار المؤقت أو محدد المدة أو إيجار 59 سنة حتى. القانون ده صدر سنة 1996 وبيعتمد على الحرية الكاملة في التعاقد بين المالك والمستأجر، يعني اللي يتفق عليه الطرفين هو اللي بيمشي. وانا بقلب كده في موقع مجلس النواب وتحديدا جدول اعمال جلسة بكرة 30/6 اكتشفت وجود مشروع قانون تاني مقدماه الحكومة لتعديل قانون رقم 4 لسنة 96. يعني مش بس قوانين الايجار القديمة، لكن واضح اننا داخلين على تعديلات جوهرية كمان في قانون الايجار الجديد الصادر سنة 96. خلونا نفتكر في البداية ايه هو القانون رقم 4 لسنة 96. القانون ده قال ان لو المكان ما سبقش تأجيره او عقد الايجار انتهى لأي سبب يبقى لا يسري عليه قوانين الايجار القديمة. بمعنى أدق إن أي عقود إيجار يتم تحريرها بعد تاريخ صدور قانون 96 ده لا تخضع للقوانين الاستثنائية الخاصة بالإيجار القديم، ولا أي قوانين صدرت قبل يناير سنة 96، وتسري على كافة عقود الإيجار المحررة بعد سنة 96 القانون المدني، وده معناه إن العقد أصبح مدته محددة والعقد بينتهي بانتهاء مدته. لكن في الواقع العملي حتى بعد صدور القانون دوت كان في مشاكل، زي المستأجر ممكن يرفض يخرج بعد انتهاء العقد، وساعتها المالك يضطر يرفع دعوى موضوعية وتاخد شهور وسنين في المحكمة. طيب امال مشروع القانون الجديد ده بيقول ايه؟ مشروع القانون اللي قدمته الحكومة اضاف مادة جديدة بتغير المفهوم ده نهائيا، وحددت الاجراءات التي يجب اتباعها بعد انتهاء مدة العقد من ناحية الاختصاص ومن ناحية التنفيذ. المادة الجديدة في مشروع القانون رقمها 2 مكرر، وبتقول المستأجر او اي شخص ساكن بعده سواء خلفه العام او الخاص لازم يخلي المكان المؤجر بعد نهاية مدته او فور نهاية مدته ويسلمه للمالك بدون تأخير. ولو امتنع المستأجر عن الإخلاء، المالك هنا بيروح مباشرة لقاضي الأمور الوقتية في المحكمة اللي العقار تابع ليها ويطلب أمر بطرد المستأجر فورا. وده طبعا بيسرع عملية الإخلاء جدا. يعني لأول مرة من سنة 1996 مشروع القانون دوت ولو تم إقراره هيكون بيفتح باب لطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء عن طريق أمر وقتي سريع، مش دعوة بقى مطولة زي زمان. طيب إيه بقى الحقوق اللي نص عليها مشروع القانون للمستأجر؟ مشروع القانون ادى للمستأجر حق رفع دعوى موضوعية لو شايف ان ليه حق ضد المالك، بس خد بالك الدعوة دي ما توقفش تنفيذ الطرد. يعني لو المالك خد امر بالطرد من المحكمة الوقتية او محكمة الامور المستعجلة والمستأجر رفع دعوة بعدها، الامر الصادر لصالح المالك بينفذ والمحكمة الموضوعية تفصل في موضوع المستأجر فيما بعد. باختصار مشروع القانون المقدم من الحكومة حاليا لمجلس النواب والخاص بالإيجار الجديد العقود الخاضعة للقانون الصادر سنة 96 بيقول للمستأجر العقد مدته محددة ولما تخلص المدة لازم تخرج، وبيفتح للمالك باب جديد ان المستأجر لو ما خرجش ليك حق تقوم بإجراء سريع لطرده من الوحدة. وده فرق كبير جدا عن زمان لما كان المالك يفضل شهور او سنين عشان ياخد حكم بالطرد. هنقول زمان ليه؟ ما احنا لحد وقتنا هذا القانون ده هو اللي بيطبق على كل العقود الجديدة. وفي نفس الوقت مشروع القانون قال ان المستأجر ليه حق يرفع دعوة عادية تاخد وقتها وبس كده. وده كان مشروع قانون الإيجار الجديد المقدم من الحكومة للتعديل على قانون رقم 4 لسنة 96 دون إضافة شيء أو حذف شيء. أتمنى أكون قدمت تبسيط لمشروع القانون ده ووصلت لحضراتكم مضمونه، ويا ريت تشاركونا برأيكم في المحتوى اللي بنقدمه، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا على المشاهدة وأتمنى لكم أوقات طيبة، وحفظ الله مصر وفي أمان الله.